الخبر ده نزل زي الصعقة على الأهلوية، صدمة في الأهلي بسبب غياب الجوكر. مش عارف أقول إيه والله. جماهير النادي الأهلي لسه منتشية من فرحة الفوز ببطولة الدوري والمشاركة في كأس العالم للأندية والتدعيمات الكبيرة والجديدة اللي جابها الخطيب، تريزيجيه وزيزو بن شرقي ومحمد علي بن رمضان وغيرهم من النجوم. يلاقي خبر زي ده يكسر الفرحة. إمام عاشور لاعب النادي الأهلي اللي لسه بنقول يا هادي وبنتفرج على إبداعه في الملعب اتصاب يا جدعان وكسر في عظمة الترقوة، ودي كانت ضربة للنادي الأهلي والجماهيره والكل اللعيبة، جماهير وجهاز فني. الخبر نزل بعد ماتش انتر ميامي اللي خلص تعادل سلبي في افتتاح كاس العالم للأندية 25 في أمريكا. الواحد كان مستني البطولة دي بفارغ الصبر، وبنقول اهو امام عاشور هينور الدنيا وهيتألق. فجأة لقينا الفرحة بتتحول لصدمة. احمد شوبير اللي كلامه دايما بيكون موثوق اكد ان الاصابة دي مش هتخلي امام يلعب باقي ماتشات كاس العالم للأندية. يا خسارة، كنا حاطين عليه امال كبيرة في البطولة دي بالذات، كنا بنحلم انه يصنع الفارق ويكمل حكايته مع الاهلي في العالمية، وده لوحده كفيل يزعل اي اهلاوي. بس الصدمة الاكبر ان امام عاشور هيغيب عن الملاعب لمدة شهرين كاملين. شهرين يا جدعان، يعني فترة مش قليلة ابدا. وعمل العملية النهاردة في المستشفى في امريكا. لاعب بالحجم ده وبالتأثير ده على نص الملعب وبالمجهود اللي بيعمله يغيب الفترة دي كلها اكيد هيأثر على الفريق، وخصوصا ان احنا في مرحلة حاسمة. الاهلي عنده ماتش صعب يوم الخميس اللي جاي قدام بالميراس البرازيلي، وده ماتش مفصلي في المجموعة اللي فيها كمان بورتو البرتغالي. كنا محتاجين لاعب في كامل قوته، وامام عاشور كان هيكون اضافة قوية جدا في الماتشات اللي زي دي. غيابه هيخلي مدرب النادي الاهلي يفكر 1000 مرة عشان يلاقي البديل المناسب. بجد خبر صدمة. كل اللي نقدر نقوله دلوقتي هو ألف سلامة عليك يا إمام، ونتمنى لك الشفاء العاجل والرجوع للملاعب أقوى من الأول. مستنيينك ترجع تاني يا جوكر نص الملعب. الأهلي محتاجك وجماهيره محتاجة تشوف فنك وإبداعك، وربنا يقومك بألف سلامة.